مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى الكشري المصري على اصوله بكل حركاته وتكاته، هيطلع معاكي احلى من كشري المطاعم. واخيرا وبعد تجارب كتير وصلت لسر قرمشة البصل واللي هتخليه يفضل مقرمش معاكي لتاني يوم. بجد الطريقة حلوة جدا وسهلة جدا جدا، بس النتيجة بجد مبهرة وهتخلي فعلا البصل مقرمش معاكي. حتى لو فضل منك شوية كشري لتاني يوم هيبقى مقرمش ومحافظ على قرمشته. بس لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هبدأ بيها سلق المكرونة، وطبعا كلنا عارفين المكرونة بتتسلق ازاي. بحط بقى مكرونة سباجيتي ومكرونة صغيرة الاتنين في نفس الحلة، وبعد السلق بشطفهم بالمية الباردة، وقبل الاستخدام بشطفهم تاني بالمية عشان يفكوا من بعض. وتعالوا بقى اقول لكم على اول سر لقرمشة البصل، وهي التقطيع. بنقطع البصل لشرايح رفيعة جدا على قد ما نقدر، ولو عندك مكنة شيبسي هتبقى سهلة عليكي جدا في التقطيع. لو ما عندكيش يبقى بالسكينة وهنقطعها رفيع جدا جدا. وبعدين فككت كده البصل من بعضه زي ما انت شايفة وحطيته في مصفى. واهم تركة معانا بقى هنرش عليه ملح كده ونقلبه كويس من فوق لتحت كده علشان الملح يتوزع والبصل ينزل المية اللي فيه كلها. ودلوقتي بقى هسيبه على جنب شوية لحد ما اعمل الرز. هبدأ بقى احمص الشعرية، وبعدين بعد ما الشعرية تحمر وتاخد اللون الذهبي الفاتح ده هنزل على طول بالرز، وهبدأ اقلب فيه كويس لحد ما يسخن كويس جدا علشان ابدأ اضيف عليه المية او الشوربة على حسب ما هتضيفه او المتاح عندكم. وطبعا دي مش اول مرة نعمل الرز مع بعض، ودايما باكد عليكم اهم حاجة الرز يسخن كويس جدا علشان نبدأ نطشه كده ويفلفل معانا. انا بصراحة بحب اعمله بالطريقة التقليدية اللي هو بعمل الرز لوحده والعدس لوحده، بيبقى احلى بكتير من ان العدس يتعمل مع الرز في نفس الحلة بصراحة. وزي ما انتم شايفين الرز هنا اتشرب معانا وكان على نار عالية، بعدين بنهدي النار بقى ونسيبه يستوي على مهله. لو حسينا انه محتاج شوربة بنزود حاجة بسيطة جدا لحد ما يستوي معايا. وقبل ما يستوي ببدأ بقى اسلق معايا العدس، بشطفه كويس جدا وبعدين بحطه بقى على النار يغلي بقى كده ويتسلق معايا كويس، وبحط له رشه من الملح كده. وهنا بقى زي ما انتم شايفين البصل كان نزل الميه اللي فيه. هبدا بقى اصفي الميه اللي فيه دي كويس جدا، وعلى طبق واسع كده او صينيه بفرش كده مناديل المطبخ وبوزع عليها البصل، وبجيب منديل تاني وببدأ كده انشف البصل. وعلى قد ما اقدر لازم اجفف البصل، لان المية اللي فيه دي هي اللي بتخلي البصل يبقى بعد ما بنقليه بيرجع يبقى طري تاني، عشان كده احنا بنتخلص من اي مية فيه. وبالشكل دوت رجعته تاني المصفى وحطيت عليه معلقة من الدقيق وقلبته كويس جدا، وبعدين ضفت عليه معلقة تانية من النشا، وبس كده قلبتهم بقى